في فيديو النهارده هجرب معاكم اغرب 22 سناكس اشتريتهم من السوبر ماركت، وكمان شويه مشروبات كده غريبه. فتعالوا نجرب مع بعض ونشوف هل تستاهل التجربه ولا لا. اول حاجه كده جربتها معاكم وهو كان شيبسي من تايجر. الغريب ان هو كان مكتوب عليه ان هو بطعم الجبنه والخيار المخلي، فبالنسبه لي دي كانت حاجه غريبه. عايزه اقول لكم دي الكميه اللي كانت جوه الكيس كميه حلوه، عايزه اقول لكم ريحته حلوه. كنت خايفه لا يكون ريحته مش حلوه او ان هو طعمه ما يكونش حلو، بس عايزه اقول لكم ان انا اصطدمت من الطعم، وعايزه اقول لكم طعمه حلو قوي 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 قوي. وبجد اللي ما جربوش فايته كتير، جربوه هيعجبكم قوي. الكيس ده كان سعره 20 جنيه ويستاهل التجربة، وده أديه 10 من 10. تحفة تحفة تحفة. ده تاني حاجة، ده كان من براند اسمه سول. ده كان بطعم الملح والفلفل الأسود. عايزة أقول لكم أول مرة أدوق حاجة بطعم الفلفل الأسود، فكنت مستغربة وكنت متحمسة. ده كان شكل الشيبسية كانت طرية، ودي الكمية اللي كانت جوه الكيس. عايزة أقول لكم الشيبسي كان طري وكان حلو، ولون الشيبسية كمان حلو، ما كانش غامق، فتحفة. كان فيه طعم الفلفل الأسود بس على حاجة خفيفة قوي، اللسعة بتاعته البسيطة، وفي آخر الشيبسية كمان مش في أول ما تاكليها. بس ده من نفس البراند، بس ده كان بطعم الزنجبيل ووسابي جنجر، هو مكتوب عليه وسابي جنجر. عايزه اقول لكم نفس الكميه ونفس الشكل، وطعمه حلو برضو قوي. يعني ده عجبني اكتر من اللي هو بالفلفل الاسود. يعني ممكن الفلفل الاسود ده اديه 9 من 10، ده هديه 10 من 10، وبرضو هجربه تاني. ده سعر الكيس كان عامل 10 جنيه. الطعم الفلفل الاسود كان 10، والزنجبيل برضو ب10. ده بقى كان من سبوتس، ده كان بطعم الخل والبطيخ. عايزه اقول لكم كنت مستغربه ازاي يعني حاجه حادقه مع حاجه مسكره، اللي هو الخل والبطيخ. بس دي كميه اللي كانت جوه الكيس. وعايزه اقول لكم ريحته كانت مش حلوه بالنسبه لي، والطعم بتاعه كمان ما عجبنيش خالص، كان مزز قوي 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 قوي. الخل كان ظاهر فيه قوي، والبطيخ بصوا كانكم يعني بتاكلوا البان ترايدنت اللي هو بالبطيخ. ما حبيتوش خالص خالص خالص، ومش هجربه تاني بصراحه. وده كان سعره 18 جنيه، مش هفكر اجيبه تاني. ده بقى كان سناكس من شيل اوت. ده كان بطعم الجمبري الحار. عايز اقول لكم ده كان شكله كده من جوه، الكميه بتاعته برده معقوله حلوه، ريحته ما كانتش مديه للجمبري خالص. طعمه عجبني قوي قوي، بس حراق قوي. فلو عندكم اطفال ولا حاجه ما انصحش ان حد يديه لاطفاله كده، انه حراق حامي جدا، بس طعمه فظيع حلو. بس ده كان سعره 14 جنيه. ده بقى سناكس من هالو. ده كان بطعم البسله، ولقيت كمان منه طعم تاني اللي هو بالبنجر، البنجر الحار. ده كان شكله كده، ودي الكميه اللي كانت جواه. عايزه اقول لكم حلو، مش مسكر ولا حادق، وخفيف مش ناشف. طعمه حلو قوي قوي قوي، وكمان هو مكتوب عليه اللي هو فيه بروتين وكده، فده هينفع للناس اللي هي بتعمل دايت او اللي بيحبوا ياكلوا حاجه سناكس كده بين الوجبات. عايزه اقول لكم حلو وخفيف مش وحش خالص. وده كان سعره 18 جنيه، هو والطعم التاني اللي هو بالبنجر. كان في منه اطعمه تاني بس مش فاكره الاطعمه ايه بالظبط، بس انا جبت اغرب 2 بالنسبه لي، اللي هو البسله والبنجر. اللي بالبنجر بقى عايزه اقول لكم بصوا ريحه ليه ملوش ريحه، وطري برضو، بس حراق قوي لان هو مكتوب عليه بنجر حار، يعني حراق حراق جدا. وبصوا تحسوا ان هو دلع مش حادق ولا مسكر، فده ما حبيتوش. يعني انا لو هجرب تاني هجرب اللي هو بالبسله. ده سناكس كان من بونز هوت. عايزه اقول لكم الغريب اللي فيه قوي اللي شدني، اللي هو من بره شكل السناكس كان عامل زي المكرونه اللي هي الفرن، اللي هي المكرونه القلم. فبالنسبه لي كان حاجه كده غريبه. بص هو مكتوب عليه ان هو بالليمون المشطشط، فطبعا هيكون اكيد حراق يعني حامي. فعايزه اقول لكم اهو شكله من جوه. الكميه بتاعه الكيس كانت كميه حلوه معقوله حلوه، وكان طري مش وحش. بس عايزه اقول لكم طعم الليمون باين فيه قوي قوي قوي، بس مشطشط بصراحه. بس هو تحفه تحفه تحفه. الكيس ده كان ب 18 جنيه، فلو هجربه تاني، وهجيبه تاني لانه حلو ويستاهل كمان التجربه. الفشار ده بقى كان من ابو عوف. ده كان بطعم الزبده والثوم. اول مره في حياتي ان انا ادوق فشار بطعم الزبده او الثوم، فجبته علشان اجربه معاكم. عايزه لكم الكميه بتاعته من جوه حلوه. الريحه بتاعت الكيس اول ما فتحته حلوه برضو، ريحه الفشار طعمه فظيع فظيع فظيع. والفشار نفسه طري قوي 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 حلو بصراحه فظيع. يعني ده سناكس كده ينفع وانت قاعده بقى تستلي بقى فيه كده حلو قوي. الشيبسي ده كان بطعم الصويا. الفشار سعر الكيس كان عامل 30 جنيه. الشيبس ده بقى اللي بالصويا ده كان الكيس عامل 10 جنيه. عايزه اقول لكم مش وحش،
يعني حلو ومش وحش. بس انا بالنسبه لي ما حبيتش طعم الصويا صوص جوه الشيبس بصراحه. انا مش هجربه تاني، فلا مش هجربه تاني بصراحه. بس هو مش وحش. الشيبس ده كان من بيك شيبس، ده كان بطعم البصل والستيك. دي الكميه اللي كانت جوه الكيس. عايزه اقول لكم ريحته حلوه قوي 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 قوي، كانك بتاكلي حاجه مشويه مدخنه. الشيبس طلع تحفه وطري قوي وطعمه جميل 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 قوي 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 قوي. يعني ممكن اشكر لكم فيه من هنا للسنه الجايه. بس السناكس ده بقى كان بطعم الليمون المعصفر. طبعا بالنسبه لي كانت برضو تجربه غريبه، اول مره ادوق. ممكن تكونوا جربتوه بس انا بالنسبه لي لا بصراحه. الكميه اللي كانت في الكيس كانت كميه كبيره وكميه حلوه. الكراتين نفسه او السناكس نفسه كان طري وطعمه حلو قوي. طعم الليمون يعني مش طعمه ليمون معصفر ولا مخلل، لا كان طعمه حلو بصراحه. وكان سعر الكيس 18 جنيه. السناكس ده برضو كان بص هو سناكس عدس، كان بطعم المستردة والعسل. ده كان من ابو عوف. ده كان شكله كده كان عامل زي الطاقية كده. لا شكله كيوت بصراحة، وكان تحفة 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 بجد، حلو قوي 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 قوي. الكيس ده كان عامل 22 جنيه. طعمه حلو وكمان ينفع برضو للناس اللي عاملة دايت. السناكس بتاعه خفيف قوي قوي، وهو مكتوب عليه ان هو معمول من العدس وكمان معمول في الفرن. فبصراحة حلو. ده الطعم التاني اللي هو بالباربيكيو، نفس الكمية ونفس الشكل بتاعه اللي كان عاجبني جدا جدا جدا. شكل يعني كيوت كده وصغنطوط. بس عايزه اقول لكم ان هو حلو قوي قوي قوي. دول هعتمدهم برضو في يومي عادي، عشان انا بحب ان انا بين الوجبات وكده ان انا اكل حاجه تكون خفيفه، فده هعتمده. عايزه اقول لكم ان هو حلو قوي. ده رايس كيك تمام. عليه شوكليت، عليه شوكليت من بره، شوكليت دارك، وكمان بطعم البرتقال. الرايس كيك انا باكله عادي في الفطار في العشاء. بس اللي هو الساده اللي هو الطعم الطبيعي العادي او بالملح. اول مره ادوقه ويكون عليه شوكليت او يكون بالبرتقال. عايزه اقول لك اول ما فتحته كده ريحه البرتقال طالعه منه، يعني فكرتني بالكيكه اللي هي ام برتقال. طعمه فظيع فظيع ومش مسكر خالص خالص، لان الشوكليت اللي عليه دارك فصحيه برضو حلوه. عايزه اقول لكم جميل قوي قوي قوي، ينفع برضو للي بيعملوا دايت. حلو 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 بصراحه. خلصنا بقى كده السناكس، هنخش بقى على المشروبات. ده كان من سنتوب. ده كان مكتوب عليه ان هو باليوسف المشطشط، يوسف مشطشط. فبالنسبه لي برضو كانت حاجه غريبه واول مره اجربها. طعمه عادي خالص، طعمه حلو، مش شايفه فيه ان هو فيه شطه بصراحه. كان فيه لسعه برضو غريبه كده في الاخر، بس طعمه حلو. يعني برضو لو عايزين تدوا الاطفال برضو جميل. ده كان سعره 15 جنيه. بس هنا بقى كمان المشروب ده كان مكتوب عليه ان هو مشروب غازي فيتامين سي، هو ياباني. عايزه اقول لكم ريحته اول ما فتحته، لا لا صعبه صعبه، كانه دواء كحه. صعبه 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 بصراحه. جبت الكوبايه هنا علشان احط فيه شويه. الصودا بتاعته مش كتيره، يعني انا بفتحها برضو الصودا كانت خفيفه، ودلوقتي لما صبيت في الكوبايه لا طعمه، يعني انا حبيت برضو ان انا اجربه اكتر عشان ما اظلمهوش بصراحه. فلا، ما انا مش هجربه، انا مش هحبه. هو دواء كحه بالنسبه لي، دواء كحه. سعر الازازه دي كان 25 جنيه، ومش هفكر ان انا اجربه تاني بصراحه خالص. ده مشروب غازي برضو كان من جرين بطعم فاكهه الباشن. اول مره اجربها، فكنت برضو متحمسه ان انا اشوف طعمها وكده. ريحتها حلوه. بصوا تحسوا ان هي ريحه جناين، ريحه فل. لا كانت ريحتها حلوه بصراحه وطعمها حلو. بس انا حسيت طعمها مدي للجوافه شويه. بس عايزه اقول لكم حلوه حلوه قوي 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 كمان. دي كان سعرها 25 جنيه. لا بصراحه حلوه، وهجربها تاني وهجيبها تاني وتالت بصراحه. المشروب ده كان من باب. ده كان بنكهه اللبان. انا هنا كنت فتحتها، الصودا بتاعتها برضو ما كانتش قويه، ريحتها لبان خالص، طعمها لبان. انا حاسه ان انا يعني بشرب لبان. فبالنسبه لي تجربه عاديه، مش وحشه ومش حلوه في نفس الوقت. يعني حلوه ومش، يعني حلوه ومش حلوه، فمش هجربها تاني. بس هي حلوه. بس انا يعني هتقولي لي هتشتريها تاني ولا هقول لكم لا. ده سناكس برضو نسيته خالص ان انا اصوره معاكم في الاول. ده من براند اسمه كيليو. ده رايس كيك كده صغنطط بطعم الطماطم، فحبيت ان انا اجرب برضو بطعم الطماطم. ريحه الكيس اول ما فتحته ريحه الطماطم باينه قوي فيه. بس عايزه اقول لكم ما عجبنيش خالص، تقيل وناشف قوي.
عكس الرايس كيك اللي انا دوت اللي هو بالشوكليت كان هش كده وحلو وطري، فده انا مش هجربه تاني بصراحه. الكيس ده كان عامل 10 جنيه. دي بقى اللي انا كنت بقولكوا هنا، ده الرايس كيك احلى 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 كتير وطريه ومش مسكره ولا حادقه. في منها اطعمه تاني شفتها في السوبر ماركت هجربها معاكم ان شاء الله في فيديو تاني بتاع تجارب، هجيب بقيه الاطعمه. المشروب ده برده كان مشروب غازي، مكتوب عليه ان هو ليموناد بينك، البراند كان اسمه LMN8. عايزه اقول لكم ان الصودا برده وانا بفتحها ما حسيتش ان هو فيه صودا قويه، بس طعمه حلو حلو ومش وحش، بس طعمها حلو احلى من المشروب التاني اللي هو كان بطعم اللبان. فده لا ده عجبني حلو قوي. الازازه دي كانت ب 18 جنيه. فعايزه اقول لكم يعني عادي ممكن اجربها تاني، بس مش حاجه اساسيه بالنسبه لي بصراحه. فعايزه اقول لكم حلوه وجربوها. كده نكون جربنا مع بعض كل المنتجات الغريبه اللي احنا جبناها النهارده معانا في الفيديو. استنوني ان شاء الله فيديو جديد وتجربه جديده ومنتجات جديده. لو عايزين نجرب منتج معين اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله انزل لكم الفيديو اللي بعديه على طول.